اللي جاي لنا الساعات. السلام عليكم. اخبارك يا غالي؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ بقيت ما شفتكش. والله فاضي نتكلم شويه؟ لا والله معلش في موضوع مهم. لا والله الحاجة عطوة ولا بعيد؟ خلاص بص خلينا لحد بعد العصر. لا معلش. حتى هرن عليك انا وانت خلينا لحد بعد العصر. خلينا بعد العصر رن علينا. لا محتاج حاجه. ضروري؟ محتاج حل بجد. ضروري؟ بس هو لسه باعتني ومكلم الحاج سيد برضه. شكل الموضوع كبير، فمحتاجين نتكلم. طب ثانية واحدة وجاي لك. ثانية ما واحدة. تطولش. لا تعالى نسيب. لا ننجز تعالى ننجز. ثانية واحدة بس. ما تطولش طيب. خلاص هغذي نفسي واكل حمام وبط ايه كمان هغذي نفسي واكل حمام وبط مش هسهر على القهاوي ولا صاحب اي حد خلاص من بكره نام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا زي ما كل حاجة ليها آداب، الزيارة ليها آداب. فهتكلم على حاجات أنا كمحمود بشوفها والناس بتغلط فيها ياما، وأتمنى بصراحة إنهم يصلحوها. مبدئيا في بعض الأحيان ممكن تلاقي حد بيخبط على باب بيتك وده شيء عادي جدا. ولكن أنت بتروح تفتح له الباب بكل نية طيبة، تلاقيه مدخل راسه من الباب وقاعد يبص جوه بيتك، مع إن البيوت ليها حرمة. قبل ما تدخل جوه البيت أو تبص جوه البيت لازم تستأذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ده مبدئيا. تاني حاجه ان انت لو فرضنا انك رحت خبطت على واحد في اي وقت كان، حتى لو في وقت عادي الناس بتروح لبعضها وهو قال لك معلش انا مش فاضي دلوقتي، انت ما بتاخدهاش اهانه وما تزعلش. ليه تزعل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم. وبالنسبه للشخص اللي بيجي يخبط ويرزع على الباب ما بيحترمش الناس اللي جوه، ولا بيحترم ان في حد جوه ممكن يقوم يفتح له عادي. يعني انت ليك 3 خبطات بس، المفروض ما تقعدش ترزع بالمنظر ده. المفروض برضه انك تخبط بالراحه علشان الناس اللي جوه ما تتضايقش منك. لما بتقعد ترزع بالمنظر ده وتتضايق لما حد يطلع متضايق من طريقه خبطك، ما هو ليه حق. وبعد كده لما تستأذن بأدب. عامة مفيش كلام تاني يتقال، فأنا عارف إن أنا بغير المحتوى للمرة ال70، بس استحملوا. عامة لحد ما نكون وصلت الفيديو ففي أمان الله. كل حاجة لها آداب يا جماعة.